السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عطرت ضجة في المغرب بسبب تصرف ولي العهد الحسن الثالث بن محمد مع وزير الشؤون والأوقات بالمملكة المغربية أحمد توفيق خلال ليلة القدر. تعليقات بين المغاربة على ما قام به ولي العهد من تصرف، هل يليق أم ليس في محله؟ ونشرت بعض الصحف المغربية مقطع فيديو على حسابها في الفيسبوك. فيما يظهر هذا المقطع ولي العهد وأبيه محمد السادس وهو يذكر وزير الأوقات بالبروتوكول، وذلك بعدما تقدم عنه الوزير محاولا اللحاق بالملك، إذ طلب منه العودة إلى الوراء وعدم التقدم عليه. وهنا تظهر تعليقات المغاربة على ما قام به ولي العهد من تصرف مع وزير الأوقاف. لقطة جميلة لكنها درس للوزير للتقصير في واجبه وستحرمه النوم هذه الليلة. وأضاف معلقا ثالث: لقطة جد معبرة، وربما يظن هذا الوزير الذي عمر طويلا على أنه من العائلة الملكية مما دفعه في خرق البروتوكول الملكي. بينما كتب آخر: عاش ولي العهد العز للمغرب والمغاربة. ومعلقا آخر كتب: اللهم اجعلنا إياكم والمسلمين مسارعين للخيرات سابقين لها. وهناك معلقا آخر: الأمير حسن أرى فيه خيرا وشهامة. ومعلقا آخر كتب أن ولي العهد يستحق أمير المؤمنين. وهناك معلقا آخر كتب أن هناك بروتوكول يجب احترامه. وكما أصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإعجابه لولي العهد وعلى أنه نسخة حية من الحسن الثاني وذو شخصية حادة.